اعراب الضمائر يا شباب، ايه ده؟ هو الضمائر بتتعرب؟ الضمائر بتتعرب. والضمائر عندك بتيجي على عدة صور او عدة اشكال، اللي هي ايه؟ ممكن هنا الضمائر تبقى منفصلة، ممكن تبقى مستترة، وممكن يبقى ضمير متصل. الضمائر المنفصلة اللي انت اخدتها من اول رابعة ابتدائي، ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب، ودول بيسموهم ضمائر الرفع لانهم يعني غالبا ما بيأتوا في محل رفع مبتدأ، لأن هم بيجوا في أول الكلام ده في الغالب. خلاص؟ زي إيه ضمائر المتكلم أنا ونحن، أو المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو ضمير الغائب اللي هو وهي وهما وهم وهن. الضمائر المستترة، خد بالك الضمائر المستترة لو تحفظهم سهلين جدا. خلي بالك ما بتجيش غيرهم، لأن أنا بشوف مثلا واحد في فعل مثلا زي يكتبون، يقول لي الفعل ضمير مستتر تقديره هم. ما هو غلط يا ابني، ما هو عشان انت مش عارف الضمائر المستتره دي بتيجي ازاي. الضمائر المستتره انا وانت وانت وهو وهي ونحن. تاني، الضمائر المستتره انا وانت وانت وهو وهي ونحن. تاني، الضمائر المستتره اللي هو الفاعل ضمير مستتر تقديره كذا، فهتقول لي انا وانت وانت وهو وهي ونحن، حاجه من دول. خلاص؟ بعد كده الضمائر المتصله اللي هي بتتصل بالاسم او بتتصل بالفعل او بتتصل بالحرف. طيب، احنا قلنا الضمائر المنفصله بتعرب غالبا في محل رفع مبتدا او على حسب موقعها في الجمله. الضمائر المتصله بقى اللي هي دي بنعربها ازاي؟ بنقسمها لضمائر بتتصل بالاسم، وضمائر بتتصل بالفعل، وضمائر بتتصل بالحرف. طيب هنبتدي من اول الضمائر التي تتصل بالاسم. الضمير اللي بيتصل بالاسم، اي ضمير يتصل باسم يعرب مضاف اليه. اي ضمير يتصل باسم يعرب مضاف اليه. اي ضمير يتصل باسم يعرب مضاف اليه. زي مثلا كلمه كتاب، كتابي، الياء دي المتكلم. هقول ضمير متصل مبني، احفظ معايا، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. تاني، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. طب كتابها برضه نفس الحكايه، طب كتابهم نفس الحكايه، طب كتبك نفس الحكايه. ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى اي ضمير يتصل باسم يعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. خلصنا من القصه دي. طيب، الضمائر المتصله بقى، الضمائر المتصله دهيت اللي هي بتتصل بالفعل، اللي هي بتتصل بالفعل، ممكن تتصل بفعل تام، وممكن تتصل بفعل ناقص. فعل تام زي ايه؟ زي مثلا، هنا مش مكتوب انا اسف، زي كتب. لو قلت مثلا كتبوا، الواو هنا فاعل، الواو هنا فاعل. طيب، كتب، الف الاثنين هنا فاعل. طيب، تكتبين، ياء المخاطبة هنا فاعل. يبقى الفعل هنا لما يكون تام واتصل به ضمير، يبقى الضمير ده في محل رفع فاعل. خلاص؟ طب لو اتصل بالفعل الناقص اللي هو كان واخواتها، بيعرب اسمها. زي كانوا تلاميذ، الواو هنا هو اسم كان، وتلاميذ هنا خبرها. كنت، التاء هنا هو التاء اللي هي المفروض تاء الفاعل، هتبقى اسم كان، وتلميذا خبرها. خلاص؟ طيب، حلو الكلام. انما في ضمائر تتصل بالحروف، في ضمائر بتتصل بالحروف. ممكن يتصل بحرف جر فيعرب اسم مجرور، زي لها وعليها وفيها وهكذا. اللام هنا حرف جر، والهاء هقول ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور، وعليها وفيها كذلك. طيب لو اتصل بحرف ناسخ، بص بقى يا باشا، الحروف الناسخه اللي هي ان واخواتها، ان وان وكأن وليت ولعل ولكن، اتصل بها اي ضمير بيعرب اسمها. ودي تاني، ان واخواتها اتصل بها اي ضمير بيعرب اسمها، زي انه رجل، الهاء هنا هو اسم ان، انها امراه، الهاء هنا اسم ان، انهم رجال، وهكذا. خلاص؟ زي انه عامل. في بقى انا كاتب لك هنا حته هديه بونبونايه مني ليك، اللي هي ايه؟
الضمائر اللي بتيجي في محل رفع فاعل كلها اللي هي وانيتنا، اللي هي وانيتنا. ايه وانيتنا دي بقى اللي مش هتلاقيها في اي حته؟ الواو هنا واو الجماعه، والف الاثنين، نون النسوه، ياء المخاطبه، تاء الفاعل، نا الفاعلين. طيب بتيجي ازاي؟ زي كتبوا، زي ما كنت بقول لك هنا، كتبوا واو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. حلو. الف الاثنين كتب، الف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نون النسوه كتبنا، النا هنا هوت مفتوحه، خد بالك مش عليها سكون. النون هنا نون النسوه بتبقى مفتوحه مش عليها سكون، لو النون عليها سكون دي دي نون توكيد الخفيفه. طيب كتبنا، النون هنا هوت فاعل. طيب تكتبين، ياء المخاطبه فاعل. كتبت او كتبت او كتبتي، لان تاء الفاعل هنا متحركه، ممكن تيجي بالضم او بالفتح او بالكسر. نا الفاعلين، سبقنا، خد بالك سبقنا نا الفاعل هنا. انما لو اقول سبقنا ده هنا بقت مفعول به، حول بقى الضمير ده لاسم. خلاص؟ طيب في ضمائر بتاتي في محل نصب مفعول به. ما انا قلت الضمائر المتصله دهيت بقى لو اتصلت بالفعل اما ان هي تيجي فاعل او مفعول به، ممكن تيجي فاعل او مفعول به، بس المكان هنا ضيق يعني ما كفاش. الضمائر اللي بتيجي في محل نصب مفعول به اللي هي ناهيك، زي ايه؟ المفعولين زي فهمتنا، فهمتنا، النا دهيت وقع عليها الفعل اللي هي اصلها فهم محمد التلاميذ، يبقى النا دهيت وقع عليها الفعل فبقت ايه؟ مفعول به منصوب. يبقى هقول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، لان المفعول به دايما منصوب. خلاص؟ طيب هاء الغيبه فهمته يبقى مفعول به. ياء المتكلم فهمتني. كاف الخطاب فهمتك إلى آخره. يا رب يكون الدرس دمه كان خفيف وسهل، ولو في أي حاجة اكتب لي في الكومنتات واشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. سلام.